السلام عليكم. النهارده هنتكلم عن موضوع جميل جدًا هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام سيدنا أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: "يا رسول الله، إني أكثر من الصلاة عليك." يعني أنا باصلي عليك كتير، فكم أجعل لك من صلاتي؟ أخصص لك قد إيه يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ما شئت." النبي قال له: "اللي أنت عايزه، اللي أنت عايزه." فقال: "يا رسول الله." سيدنا أبي قال له: "يا رسول الله، الربع، أخصص لك الربع." قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ما شئت وإن زدت فهو خير لك." قال: "يا رسول الله، النصف." قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ما شئت وإن زدت فهو خير لك." قال سيدنا أبي برضه راح قايل النبي صلى الله عليه وسلم: "الثلثين يا رسول الله." قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ما شئت وإن زدت فهو خير لك." قال: "أجعل لك صلاتي كلها يا رسول الله." قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذًا تُكفى همك ويغفر ذنبك." ليه؟ لأن كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أولًا زيادة في الرزق، قرب من ربنا، طمأنينة في القلب، زي ما أنت عايز تقول قول، ده بُعد الشيطان عنك، حماية ربانية، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وذكر ربنا من ذكر النبي، وذكر النبي من ذكر ربنا، الاتنين متعلقين ببعض، لإن ربنا سبحانه وتعالى خَص النبي بجزء كده يعني جزء روحاني كده دون عن بقية الأنبياء يعني. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حاجة مهمة جدًا باذكّر بيها نفسي قبلكم والله العظيم في الفيديو، يعني باذ ب ب باش بافكّر بيها نفسي وباحس نفسي بيها كتير قبلكم أنتم كمان. فيا رب ربنا يثبّتنا جميعًا على ذكره وشكره وحسن عبادته وكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وفي نهاية الفيديو ما تنساش الصلاة على النبي وتبعت الفيديو لغيرك عشان خاطر الصلاة على النبي وتاخد أجره.